دلوقتي جمعتكم مع حلقة جديدة من بودكاست حياة الروح مع أروى متولي. مفيش حد فينا غيره بيدور على السعادة. مفيش حد فينا غيره بيكون في أحسن حالاته وهو مبسوط. بنقضي وقت كبير من حياتنا وإحنا بنجري ورا حلم كبير، وظيفة الأحلام، سفرية العمر، الفارس المغوار، متخيلين إن لما نوصل للحاجات دي هنوصل للسعادة، يعني سعادة مؤجلة. بس على فكرة مفيش حاجة بنعملها برضو صغيرة أو كبيرة غير عشان نبقى مبسوطين ومرتاحين، من قعدة حلوة أو أكلة نفسك فيها أو حد نفسك تكلمه وتسمع صوته. صباح النور والبهجة والرضا، معاكم أروى متولي في بودكاست حياة الروح. في حلقة النهاردة هنتكلم عن طريقة من طرق الوصول للسعادة، وهل في فرق بين الرضا والسعادة والبهجة، ويعني إيه mindfulness. البهجة حجر أساسي لبناء السعادة، بس هل ممكن نخلق البهجة ونصنعها لنفسنا؟ أول درس لازم نعرفه إن التفاصيل الصغيرة هي الحاجات المهمة، واللي لو أخدنا بالنا منها هنعيش مبسوطين ومرتاحين. استمتع بالتفاصيل الصغيرة في يومك. إدراك سحر التفاصيل الصغيرة اللي بتخليك مرتاح ومبسوط هي اللي بتساعدك تخلق حياة مليانة بهجة ليك ولغيرك، فما تخليش سعادتك مؤجلة. ودلوقتي هقول لكم على تمرين صغير يساعدكم على إيجاد لحظات البهجة في يومكم. دوروا على اللحظات السعيدة في يومكم لمدة أسبوع على الأقل. دونوا كل يوم بالليل 3 مواقف أو لحظات كانوا سبب في بهجتكم وانبساطكم في اليوم. اكتب حتى لو كانت حاجة بسيطة وتافهة بس خلتك مبتسم ومرتاح من جواك. يعني أنا مثلا بكون مبسوطة قوي لما بمشي الصبح في التراك شم ريحة الزرع وسمع صوت العصافير، وريحة الكيك في الفرن بتخلي البيت دافي ومريح، لدرجة إني لما بحس إن البيت ما فيهوش روح بقوم أعمل كيك عشان ريحة الخبز تملى المكان. بكون سعيدة جدا لما بشم ريحة القهوة الصبح، وحاجات كتيرة ممكن تعتبر تافهة بس بتخليني مبسوطة. أحب قوي أرتب سريري قبل ما أنزل عشان أول ما أرجع أحس إن البيت بيستقبلني وبيرحب بيا، وقبل ما أنام أحب أرتب بيتي عشان لما أصحى ألاقي بيتي بيقولي صباح الخير ويومك جميل. فاكتب 3 حاجات كل يوم بتخليك مبسوط. تاني حاجة أو تاني درس لازم تعرفه، عشان تحس ببهجة أكتر وسعادة لازم تحس بالبهجة في الأول. تعرف تعبر عن إيه هو إحساس الانبساط بالنسبة لك؟ بتحس بإيه في جسمك بالظبط؟ البهجة بتغير من سرعة نبضات القلب، ومن تدفق الدم، ومن تعبيرات وشك، وبتأثر على تركيزك، وطبعا التغيرات دي كلها للأحسن. بس للأسف لو إحنا مش مركزين في اللحظات البسيطة دي ساعات بنتجاهلها، لأن تأثيرها الإيجابي الهادي غير تأثير الضغط النفسي السلبي العنيف، فعادة بنستجيب أسرع للتأثير الأعلى والأعنف. لكن لما بندرك ونركز في جمال اللحظات البسيطة اللي بتبسطنا هناخد الفايدة فعلا منها، وبإدراكنا هنستجيب للمؤثرات الجسمية الإيجابية للبهجة. ودلوقتي هناخد تمرين عشان نعرف إزاي نستشعر ونحس بلحظة البهجة. تمرين تنفس البهجة. غمض عينيك، خد نفس عميق من مناخيرك واكتمه 5 ثواني. 1 2 3 4 5. طلعه من بقك بالراحة. فكر في آخر مرة حسيت فيها بالبهجة، ممكن تكون آخر مرة ضحكت فيها أو كنت فاضي وما وراكش حاجة، الوقت اللي حسيت فيه بالراحة والأمان. افتكرت؟ افتكر تفاصيل اللحظة دي. كنت فين؟ ومع مين؟ كنت قاعد ولا واقف؟ كان ايه إحساس الأرض تحتيك؟ الجو كان ساقع ولا حر؟ دلوقتي ركز على إحساس جسمك.
حاسس بالبهجة ازاي في جسمك. اتخيل اللحظة دي بتتمدد كأنك بتنفخ بالونة. بدل ما تشوف اللحظة دي بتطير منك، لأ، خليها تاخد حيز أكبر، وخلي اللحظة دي ترسخ في دماغك وجسمك أكتر قبل ما تسيبها. افتح عينيك. حاسس بإيه؟ دون كل حاجة فكرت فيها. خلي السعادة أسلوب حياة. الدرس الثالث: البهجة حاجة انت ممكن تخلقها لنفسك. السعادة مش حظ، السعادة اختيار، والبهجة نفس الكلام. لحظات كتير بسيطة مبهجة بتحول حياتك لحياة سعيدة. وخليك فاكر، البهجة والسعادة مش رفاهية، وملهاش علاقة بفلوس ولا بمستوى اجتماعي ولا بشهرة ولا بمنصب، لأن السعادة زي ما قلنا اختيار ووعي. ودلوقتي تمرين ازاي تكون مسؤول عن بهجتك. في التمرين ده لازم تعرف ان انت الوحيد اللي تقدر تحمي الحاجات اللي بتنور روحك وتخليك سعيد. قول لنفسك الجمل دي دايما كل يوم: البهجة جزء من راحتي وصحتي. البهجة أنا أقدر أخلقها لنفسي بنفسي. أنا أستحق إني أكون مبسوط وسعيد. ودايما افتكر إن تغيير طريقة التفكير مش بتحصل في يوم. انت محتاج وقت عشان تغير طريقة تفكيرك وتعود نفسك عليها لحد ما عقلك وجسمك وروحك يتبنوا طريقة التفكير الجديدة دي. كل لحظة بتختارها من بهجة أو انبساط بتقربك أكتر لذاتك الحقيقية. وإتس أوكي إن انت تحس إن انت غريب شوية وانت بتعمل التمارين دي، ومع الوقت هتتعود وهتسمح لنفسك إن البهجة تدخل لقلبك وتنور روحك وروح اللي حواليك. ودي شوية أفكار بسيطة تبسطي بيها نفسك أو نفسك. اشتري ورد، حط أغنية بتحبها واسمعها وارقص عليها. هات بابلز واطلع البلكونة وانفخ البابلز دي. روح سينما لوحدك، فيلم نفسك تشوفه. كلم حد من أصحابك بيخليك تضحك. اعمل حاجة جديدة لنفسك نفسك تعملها من زمان. امشي على الشط وانت حافي. اتفرج على القمر والسما والنجوم بالليل. اتفرج على لحظة الغروب على البحر. الدرس الرابع: الانبساط إحساس يتسبب في حدوث لحظات سعادة غير متناهية. الفايدة من اختبار أو استذكار لحظة من لحظات البهجة بيحضرنا لاختبار لحظات أكتر من البهجة في المستقبل. يعني وإحنا مودنا إيجابي بنبقى معطائين ومنتجين وأكتر إبداعاً. بنقدر ننفتح على الناس أكتر ونقوي العلاقات الاجتماعية أكتر وأكتر، وبنبقى متشوقين لمعرفة ناس جديدة. وده بيساعدنا إن إحنا نطلع من الكومفورت زون ونستكشف لحظات بهجة جديدة. فبدل ما تفكر إن إيه اللي يخليني أضيع وقتي إني أسترجع لحظة من لحظات البهجة وأعمل تمارين وأعمل يوميات مخصصة للحظات السعادة في حياتي، افتكر إن أول اختبار أو استرجاع للحظة واحدة من البهجة في حياتك دي أول حلقة من سلسلة لا نهائية من لحظات السعادة المستقبلية، وبتديك طاقة إيجابية ترددية هايلة. ويعني من الآخر لحظة واحدة بترددها الإيجابي هتكون سبب في تردد لحظات كتيرة سعيدة. وعشان تفهم قصدي تعالى نعمل التمرين ده. اتخيل إن في مراية سحرية بتعكس شكلك في أسعد لحظات حياتك. هتشوف إيه في المراية؟ ساعد نفسك للإجابة على السؤال ده بالإجابة على الأسئلة دي. في اليوم اللي أنت كنت طاير فيه من الفرحة، لما حد قابلك علق عليك وقال عليك إيه؟ أو كلمك إزاي؟ لاحظ عليك إيه؟ تاني سؤال: أنت نفسك لاحظت على نفسك إيه واستغرب؟ تالت سؤال: صاحبك أو شريكة حياتك لاحظت عليك إيه اليوم ده؟ وسعادتك أثرت عليهم إزاي؟ جاوبت؟ إيه اللي يحصل في حياتك إذا قدرت تبقى الإنسان اللي طاير من الفرحة ده تاني وتالت ورابع كمان؟ لما تحس إن البهجة حاجة بعيدة عنك، افتكر إن الحاجات البسيطة هي الحاجات المهمة، وعشان تلاقي البهجة لازم تحسها وتستشعرها. والسعادة والبهجة تقدر تخلقهم بنفسك لنفسك.
وأخيراً، الانبساط إحساس يؤدي للحظات من السعادة غير متناهية. استمتع بكل لحظة في حياتك وارضى. الرضا غير السعادة، بس مفيش سعادة من غير رضا. استمتع بالحاجات اللي في إيدك دلوقتي. استمتع باللحظة اللي انت عايشها دلوقتي. وده معنى المايندفولنس، إن انت تكون حاضر في اللحظة. ولو عايز تكون حاضر في اللحظة، حاول تعمل تمرينات التأمل كتير. هي دي اللي بتوصلنا وبتساعدنا إن احنا نفهم يعني إيه mindfulness. ما تفكرش في اللي فات، الماضي ولا وراح، وما تشيلش هم المستقبل. استمتع بالحاضر. استمتع باللحظة اللي انت فيها. اصحى الصبح وارسم ابتسامة جميلة على وشك، وصبح على الناس، جيرانك واصحابك وزمايلك في الشغل. يوم ورا يوم الابتسامة دي هتأثر فيك انت من جواك، وهتأثر في اللي حواليك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، وبتمنى لكم يوم سعيد مليان بهجة وسرور ورضا. وبفكرك إن الوقت غالي، وإنت ما عندكش غير حياة واحدة بس، فعيشها بسعادة وفرح. كانت معاكم أروى متولي من بودكاست حياة الروح.